ده الخيط بتاعي والإبرة مقاس 4. بلف دايرة كده على الهوا، بدخل في جوه الدايرة دي. أنا المفروض هعمل 10 غرزة نص عمود. يعني ايه؟ يعني برتفع 1 2، ودول بعتبرهم سلاسل ارتفاع بس ملهمش علاقة بالعدد. بلف الخيط على الإبرة، بدخل جوه الدايرة، بلف الخيط من جوه الدايرة، بلف الخيط وبخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. تاني، لفيت الخيط على الإبرة، دخلت جوه الدايرة، لفيت الخيط معايا 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبخرج منهم مرة واحدة. 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، بسحب طرف الخيط بتاعي عشان اقفل الدايره بتاعتي اهيت، بقفلها كويس، وباجي بسيب سلاسل الارتفاع دي ماليش دعوه بيها. انا بدخل في اول عمود انا عملته، بدخل تحت الفي ستitch. اوكي، وبقفل. انا ليه هنا ما بشتغلش بسلاسل الارتفاع؟ لانها بتخلي شكل الشغل بتاعي مش كويس، لكن كده شكل الشغل بتاعي بيبقى حلو. وهرتفع 1 2 غرزة سلسلة، وهدخل اهوت في الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود. طبعا احنا نظام التسلسل بتاعنا او التسلسل بتاعنا في الدايرة، في كل غرزة بعمل 2 غرزة. 1 2 2 ايه 2 نص عمود، بلف الخيط وبدخل في العمود اللي بعده 2 نص عمود، 1 في نفس المكان، كمان 1، وبكمل لنهاية الراوند بيبقى معايا 20 نص عمود. وهنا جيت على اخر اهيت غرزة عمود اهوت، دخلت وهعمل 1 2، كده معايا 20 نص عمود. بسيب سلاسل الارتفاع اهيت، وبدخل في اول عمود انا اشتغلته في الدايرة، وهعمل منزلقة وهرتفع 1 2، هلف الخيط على الابرة. بصوا يا جماعة، نظام التسلسل بتاعي في الدايرة اول غرزة بتبقى مثلا 10 او 6 او 8 او اي حاجة. تاني راوند بيبقى غرزتين في كل غرزة، يعني بشتغل في كل غرزة مرتين. تالت راوند بشتغل مرة وغرزة واحدة، مرة عمود واحد، وفي العمود اللي بعده 2 اهوت، 1 2. يعني بشتغل في غرزة عادي عمود واحد عادي، والغرزة اللي بعدها 2 عمود اهوت، عشان انا كل مرة بتزايد 10 مرات بس. اهوت عمود اللي انا بعمله ده يا جماعة اسمه نص عمود، ده كده اسمه نص عمود. وبكمل لنهاية الراوند بيخلص معايا ب30 نص عمود. بصوا هنا انا وصلت لنهاية الراوند، ودايما اخر غرزة معايا في الراوند بتاعي هيبقى فيها 2 غرزة، يعني دايما بيبقى نهاية اخر غرزة فيها تزايد، لان انا ببدأ انا كده معايا 30 غرزة نص عمود. بسيب اهوت اول السلاسل بتاعت الارتفاع، وبدخل في اول عمود اهوت، ماليش دعوه بسلاسل الارتفاع اهيت لما بشتغلش فيها. بدخل في النص عمود اللي بعد كده وبعمل منزلقه. وبعدين هعمل ايه بقى؟ هبتدي ارتفع 1 2 3 4 5، بلف الخيط على الابره مرتين، هعمل عمود ب2 لفه، هسيب 1 2 3، وفي الغرزه رقم 4 اهيت، في الغرزة رقم 4 وهعمل عمود ب2 لفة. يعني ايه؟ انا اهو دخلت في الغرزة ولفيت الخيط، هخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين تاني، هعمل لفتين اهمت على الابرة. الغرزة رقم 5 اهيت، دخلت فيها، لفيت الخيط على الابرة، معايا 4 حلقات على الابرة، هلف الخيط وانزل من حلقتين، هلف الخيط وانزل من حلقتين، هلف الخيط وانزل من حلقتين. وبعدين هبتدي اعد 1 2 3، وفي رقم 4
هدخل واعمل منزلقة. بعدين هبتدي اعمل الجزء التاني اللي هو ده. هعمله ازاي؟ الغرزة اللي بعدها اهيت مباشرة هدخل فيها كده، هعمل حشو، وفي نفس الغرزة هعمل نص عمود في نفس غرزة الحشو. معايا اهوت 3 حلقات، لفيت الخيط وخرجت منهم مرة واحدة، لفيت الخيط وهاجي على العمود اللي بعد كده هعمل 3 عمود بلفة. واحد، العمود بلفة، بلف الخيط على الإبرة، بدخل في نفس الغرزة، معايا 3 حلقات، لفيت الخيط خرجت من 2، لفيت الخيط خرجت من 2 كمان مرة عشان يبقوا 3 عمود بلفة. وبعدين هلف الخيط وهدخل هنا كده اعمل نص عمود وحشو في نفس الغرزة عشان يبقى البداية زي ايه، زي النهاية. اخدنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هاجي على الغرزة اللي بعدها هعمل منزلقة. واحد، اللي بعدها 2 منزلقة برضو. يعني ايه منزلقة؟ يعني بصوا معايا، بدخل اهوت في الغرزة، بلف الخيط، معايا حلقتين على الإبرة، بخرج منهم مرة واحدة. 3 4 5 منزلقة، وهاجي على الغرزة اللي بعدها وهبتدي اعمل الجزء التاني ده. هعمل حشو ونص عمود، هلف الخيط، هدخل على الغرزة اللي بعد كده 3 عمود بلفة زي ما عملت هنا بالظبط. 1 2 3، هاجي للغرزة اللي بعدها هعمل نص عمود وحشو. طيب عشان ما تتوهوش مني يا بنات بقى، هعرفكم انا الجزئية دي. قبل ال3 عمود بلفة انا بعمل الحشو الاول وبعد كده النص عمود. بعد ما بعمل ال3 عمود بلفة بعمل النص عمود وبعد كده الحشو، بعكس الدنيا. بعدين هعمل ايه؟ هاجي على الغرزة اللي بعدها اهوت هعمل منزلقة، وزي ما عملت هنا بالظبط هرتفع 1 2 3 4 5، هلف الخيط على الإبرة لفتين عشان اعمل دي، وهعد هدخل في الغرزة رقم 4 اهيت، وهعمل عمود ب2 لفة. الغرزة اللي بعدها اول غرزة اهيت انا عملتها، او الغرزة رقم 5. طبعا يا بنات انا شارحة كل الحاجات دي بالتفصيل للمبتدئين، وهحط لكم اللينكات. اوكي اهوت هبتدي اعد 1 2 3، في رقم 4 هدخل واعمل ايه؟ منزلقة. برافو عليكم. ده بقى الشكل بتاعي، لو عملتهم كده هتلاقي دي قد دي بالظبط. بصوا يا بنات اهيت، ده يعرفني ان شغلي مظبوط. هبتدي بقى اعمل الجزء ده. هنا انا عملت خلاص اهوت منزلقة، هاجي في الغرزة اللي بعدها وبعمل حشو، بلف الخيط على الابرة وبدخل الغرزة اللي بعدها اعمل نص عمود. ماشي يا بنات. وبعدين هاجي على ال3 عواميد اللي بعد كده هعمل في كل واحد 2 عمود بلفة. 1 2، العمود اللي بعده 1 2. الفرق بين النص عمود والعمود بلفة ايه؟ في نص عمود انا كنت بدخل اللي انا عاملاه هنا في الاول، بدخل كده وبخرج ب3 حلقات مرة واحدة. في العمود بلفة لا، بعمل اهوت بصوا معايا 3 حلقات، بخرج من 2 واخرج من 2. وخلينا نشوف احنا عمالة تزايد في كام عمود، في 3 عواميد اهمت. هاجي هنا على العمود اللي بعده هعمل نص عمود، الغرزة اللي بعده بعمل فيها ايه؟ حشو، عشان يبقى هنا زي هنا بالظبط. الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجة صعبة خالص يا جماعة والله. بصوا بلف الشغل، اخدت سلسلة اهوت وهلف الشغل بتاعي، لفيته الناحية التانية. هاجي هنا هعمل حشو، الغرزة اللي بعدها نص عمود.
انا تحت اشتغلت على 3 عواميد 6 عمود بلفه، هشتغل على 6 عمود دول، في كل عمود 2 عمود بلفه. يعني ايه؟ يعني 6 دول هيبقوا 12. واحد، اتنين، واحد، اتنين. العمود اللي بعد كده اهوت، واحد، اتنين، واحد، اتنين، اخر واحد اهوت، هعمل فيه واحد، اتنين، وهعدوا الشغل بتاعكم. يبقى انا عاملة 6 عواميد مزدوج، في كل عمود 2 عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. هاجي اعمل ايه؟ الغرزة اللي بعد كده نص عمود. اكتبوا يا بنات عشان ما تتوهوش في الجزء ده اهوت. موضوع سهل خالص وبسيط جدا. الغرزة اللي بعده اهيت، عملنا فيها ايه؟ حشو. هترتفع سلسلة والف الشغل، اعمل 4 غرزة حشو. بصوا، واحد من نفس المكان اللي انا ارتفعت منه، اتنين، تلاتة، اربعة. وبعدين هعمل ايه؟ هلف بتاع الابرة وهعمل 5 عمود بلف. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. اوكي اهوت. هاجي على الغرزة اللي بعدها منزلقة، هعمل 5 منزلقة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. انا هنا عملت اول ودن عندي، وبعدين هاجي اهوت في اللي بعدها مباشرة وهعمل 5 عمود بلف. واحد في نفس المكان، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. انا هنا شغالة بإبرة كبيرة عشان الشغل بتاعكم والغرز تبقى واضحة، لكن انا ما بحبش اشتغل المشاريع دي بإبر كبيرة. بعدين هعمل 4 حشو. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. وهاجي هنا بقى يا جماعة خلاص في اخر غرزة معايا، هعمل منزلقة عشان اقفل الشغل بتاعي اهو، عشان شكل الشغل بتاعي يبقى كويس. طبعا هنا انا عايزة اشطب الخيط ده من الخلف، فبجيب ابرة عادي خالص، بس انا جبتها ابرة صغيرة شوية. طبعا لو في ابرة تنظيف اشتغلوا بيها. هجيب الاتنين فوق بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهدخل مثلا من هنا، نعد بس اهم حاجة بنات اهوت، من اعلى عمود ومن هنا برضو، وهبتدي اسحب الخيط بتاعي اهو. انا هنا هشتغلهم غرزة منزلقة. يعني ايه منزلقة؟ يعني بصوا ركزوا معايا، هي دي الغرزة اللي عليها الدور اهيت من هنا، والغرزة اللي عليها الدور من هنا اهيت، وبسحب الخيط بتاعي كده واطلع منه مرة واحدة تاني. طبعا لو مش عارفين تعملوا دي، اعملوا اللي انا علمتها لكم المرة اللي فاتت، اللي هي الخيطة العادية بالابرة العادية اهوت. الاتنين حرف في يعني الابرة فوقيهم تاني، آه فوق الابرة، ادي اهوت اول واحدة، واهي الغرزة اللي عليها الدور، وهبتدي اشبك تاني الغرزة اهي اللي عليها الدور،
والغرزة اهي اللي عليها الدور، وهبتدي اشبك. يبقى انا بشبك الاتنين بغرزة ايه؟ بغرزة منزلقة. وهو ايدكم ما تخلوش ايدكم مشدودة، لان هي اوريدي يعني غرزة المنزلقة بتشد الشغل، فما تخلوش ايدكم مشدودة عشان الشغل بتاعكم يبقى مظبوط. وهنا اخر اهيت حاجة، وبسيب الجزء ده كده مفتوح. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. فدلوقتي بقى انا عايزه اعمل التعليقه بتاعتي، وهبتدي اعمل غرز منزلقه لحد ما اجي في النص. بصوا المنزلقه بعملها كده، وهبتدي ارتفع واحد، وهبتدي اتنيها، هقفلها بمنزلقه. بصوا بقى عندي اهيت حلقه، اوكي. وهكمل بقى غرز المنزلقه عشان اروح الناحيه التانية بدل ما اقطع الخيط وارجع تاني اهو. اها. طيب في حاجه بقى انا حابه ايه اوريها لكم، ماشي. هنا برضو انا عامله منه نموذج الارنب اهوت. طب عملت ده ازاي؟ عشان قلت لكم انا بحب اشتغل بابره ضيقه اهيت، ابره مقاس 3، بس عشان انتوا الغرز تبقى واضحه لكم بقى يعني عملتها معاكم بغرز كبيره. ودن الارنب عباره عن، عملت 4 حشو. يعني انا اشتغلت نفس الشغل وجيت عند اخر عمود اخر راوند، ماشي. اشتغلت 4 حشو عادي زي ما كنت باجي هنا كده اعمل الودن اللي هي الدوران دي. هبتدي بقى مش هعملها، هبتدي ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلف الخيط على الابره مرتين وهعد 1 2 1 2 رقم 3 اهوت. هدخل وهعمل عمود ب2 لفه، وبعدين هلف الخيط وهاجي في الغرزة اللي بعدها اهيت هعمل عمود بلفة واحدة 2 3 بعدين هعمل 3 نص عمود اهوت. بيجي في الغرزة هعمل 3 نص عمود، واحد في اللي بعدها 2 واخر واحدة اهوت 3 نص عمود، وهسيب عمود وهاجي للي بعده وهعمل منزلقة. فواحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لف الخيط على الإبرة مرتين
دي الغرزة اهي اللي انا ارتفعت منها، هسيب الغرزة اللي بعدها وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل 4 حشو. 1 زي ما بدأت الراوند، 4 حشو، 2 3 4 وهعمل